المهم صحيت من النوم مش قادر اعمل حاجة خالص، قمت واخد بعضي وقلت لنفسي يا واد اخرج فك عن نفسك بقى. رايح افطر على اي عربية فول. اول عربية فول هتقابلني هي اللي انا هقف افطر عليها. الساعة دلوقتي 6 بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة وخلاص، والدنيا هادية جدا ومفيش اي حد ماشي في الشارع غير بقى اللي كان راجع من وردية ولا حاجة. ما انا هو انا لسه هقعد اطبخ واعمل فول وطعمية. المهم خدت بعضي وقمت رايح على عربية الفول وطلبت طلب الفول، وهو نزل اهو بحبشتكناته بسلطاته ببابا غنوجه. يا سلام يا سلام على العيش المفقع بقى والبيض ابو زيت بقى. يا سلام عليك، والبصل بقى والجرجير وحاجة حلوة قوي اخر جمال. الطبق ده كلفني 40 جنيه، في اول تجربة ليا على عربية الفول بعد الغلا، وهتبقى اخر تجربة ليا بعد الغلا برضه. بس بصراحة التجربة تستاهل بصراحة. الفول طعم جدا جدا، والحبشتكنات والحاجة اللي محطوطة عليه جميلة قوي. بس انا اقول لكم بقى سر جامد قوي 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 اكتشفته، ان انت لما تشتري الفول دون، لو حبيت ان انت تاكله في البيت وما تتكلفش 40 جنيه، تشتري لك ب10 جنيه فول، وتخلي الراجل يحوجهم لك مظبوط، وتاخدهم من ايده بالكيس على الطبق على طول، ما تسخنوش تاني خالص عشان تحس بطعمه وبجمال طعمه. ده السر الحربي اللي انا اكتشفته وانا باكل طبق الفول بعد ما كعيت ال40 جنيه. اه، ما هو كل حاجة ليها سعر، البيضة سعر والطعمية سعر، وحاجة آخر هنا يعني، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. يلا يا عم، ديني قلت لك سر من أسرار الفول الرهيبة، يا ريت بقى تنفذوها وتقولوا لي بقى ايه رأيكم في الطعم من غير تسخين ومن غير أي حاجة. آخر كيس تشتريه هو كيس الفول، اشتري عيشك، اشتري جرجيرك، كل سلطاتك بابا غنوجك، وخلي الفول في الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.